وقفنا الحلقة اللي فاتت عزيزي المشاهد لما معلم شتروم كان بيتجسس ويتصنت على الواد شين وهو بيتكلم مع زمايله. فيا ترى معلم شتروم ناوي يعمل ايه مع الواد شين وايه اللي هيحصل في الحلقة ديت يا عزيزي المشاهد؟ ده اللي هنعرفه. بس قبل ما نخش على الحلقة انزل يا حبيبي اعمل لايك للفيديو يا باب، انزل يا حبيبي اعمل لايك للفيديو لان انا بمتحن والله والدنيا دايسة على وشي جامد. ففرح اخوك كده واعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة ويلا بينا نبدأ. وطبعا زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان حصل قتال بين الشيطان كورت والواد شين، والواد شين حرفيا عمل معاه الجلاشه وفشخه وسففه التراب، والخبر دوت اتعرف في المملكه كلها والدنيا كلها بقت عارفه ان الواد شين جامد جموده ومفيش منه اتنين، وفتوه بقوه اسم الله عليه اسم الله عليه. وهنا الملك اصدر قرار انه هيكرم الواد شين على مجمل اعماله وبطولاته. والواد شين بقى عزيزي المشاهد كان طول ما هو ماشي في الشارع البنات عماله تبص له وتشاور عليه وتقول يا جماعه الواد شين ده جامد قوي يا جماعه، الواد شين ده فشيخ يا جماعه، الواد شين ده يا جماعه قوي جدا يا جماعه وفشيخ ومفيش منه اتنين. ومش بس كده يا جماعه ده الملك كمان هيكرمه، ومش بس كده يا جماعه ده الواد شين يبقى حفيد الرجل الحكيم والمعلمه الحكيم. والبنات كلها حرفيا عزيزي المشاهد كانت بتكراش على شين وكانت نفسها تكلمه. مش عارف يا عم شين الدنيا ماشيه معاك حلاوه يا عم شين، لا ماشي معاك حسد ولا ماشي معاك حقد، مش عارف اعمل لك ايه بصراحه. يلا يا عم شين اللي عطاك ياتينا يا عم شين، اللي عطاك ياتينا يابا. وبينتقل بينا المشهد عزيزي المشاهد لمدرسه السحر، وكل الطلبه وكل العيال كانوا واقفين على باب الفصل بتاع شين وعمالين يقول للمدرس ملناش دعوه يابا احنا عايزين ننضم للنادي اللي شين منضم فيه. يا عم الحاج وسع لنا يا عم الحاج عايزين نخش يا عم ونقابل شين يا عم. والمدرس عمال يقول لهم يا جماعه بالراحه يا جماعه، يا جماعه بالراحه يا جماعه، انا مش هقدر اقبل كل الطلبه اللي في المدرسه واحطهم في نادي واحد كده، كل المجموعات والنوادي التانيه هتفضى ومش هيبقى فيها حد يا اخوان. والمدرس قال انا مش هينفع اقبل غير اتنين بس، والاتنين اللي اتقبلوا انهم ينضموا للنادي بتاع شين هم ولد وبنت. الولد اسمه مارك بين ويبقى من عائله نبيله، والعيله بتاعته يا جماعه بتمتلك محلات الحداده في المملكه كلها. يعني يابا بالصلاه على النبي بيصنعوا سيوف وبيصنعوا خناجر وبيصنعوا رماح وبيصنعوا فؤوس وبيصنعوا دروع. والطالبة التانية عزيزي المشاهد اللي انضمت للفرقة بتاعت شين اسمها اوليفيا ستون. والبت اوليفيا عزيزي المشاهد العائلة بتاعتها بتبقى بتمتلك اكبر سلسلة مطاعم في المملكة كلها. يا سلام عزيزي المشاهد. والبت اوليفيا ديت عزيزي المشاهد شعرها اسمر وعينيها عسلي وحاجة كيوت قوي. انا بعتذر لك عزيزي المشاهد على فقرة الجفاف العاطفي اللي انا قدمتها لكم من شوية، بس بصراحة ربنا عزيزي المشاهد ما انا من حق اكراش عليها، ما البت كيوت وامورة وكمان مش كده وبس بتعرف تطبخ. والواد شين هنا راح باصص لمارك وقال له بقول لك يا عم مارك انا بالصلاه على النبي كده يابا عايزك تطور لي سلاح جديد. فالواد مارك قال له سلاح ايه يا بيه اللي عايز نطوره لك يا بيه؟ سلاح ايه يا بيه اللي عايز نطوره لك؟ يا عم شين انت السلاح بتاعك جامد جموده ومش هقدر اعمل لك زيه اكيد. واد شين قال لمارك طب اصبر بس يا عم مارك، اصبر يا عم مارك على رزقك يا عم مارك، شايف السيف ده يا عم مارك انا عايزك تعمل لي واحد زيه بالظبط. فالواد مارك قال له بص يا عم شين غالي والطلب رخيص، انا يا عم شين هاخدك لابويا وهو يطور لك كل السيوف اللي انت عايزها، ولو عايزه يتشقلب لك في المملكه ويعمل بيبي رابسه هيعمل لك كمان. وبينتقل بينا المشهد لاتنين ظباط كان بعتهم الملك ديس عشان يحققوا مع المعلم شتروم. واول ما راحوا للمعلم شتروم قال له احنا ممكن ناخد من وقتك 5 دقايق. راح شتروم قال لهم ماشي يا باشا انا في خدمه المملكه يا باشا وخدمه الملك وخدمه الامير وخدمه اي حد في الدنيا. والغريبه هنا عزيزي المشاهد ان الاتنين الظباط لقوا معلم شتروم بيتصرف عادي جدا مع انه المفروض اعمى والمفروض يواجه صعوبه في انه يتحرك ويتنقل بين الاماكن. فواحد من الظباط قال له مؤاخذه يابا انا عندي سؤال، هو انت ازاي بتتحرك بسهوله كده وما بتواجهش اي صعوبه في التنقل؟ شتروم بكل ذكاء وخبث ومكر قال لهم بسيط انا مستخدم سحر بيخليني اعرف احدد كل حاجه حواليا. راح المعلم شتروم قاعد على الكرسي وقال لهم بالصلاه على النبي كده انا عايز اعرف انتوا جايين لي ليه؟ اكيد انتوا مش جايين لي عشان تعرفوا انا ازاي بتحرك ما بين الاماكن من غير ما اواجه اي صعوبه. راح الظابط قال له بالصلاه على النبي كده يا عم شتروم احنا عايزينك تيجي تكشف على الجثه اللي واد شين قتلها، لان انت بتاع الوصفات والخلطات وبتاع الكلام ده كله، فعايزينك تكشف على الجثه ده هي وتعرف لنا اذا كان الشخص اللي اتحول لشيطان دوت كانت ناوي لاي نوع من انواع الخلطات وهي اللي خلته يتحول لشيطان، ولا هو اتحول بشكل طبيعي، ولا هو ايه اللي حصل له بالظبط. راح المعلم شتروم باصص في الارض وعمل فيها زعلان وقال لهم الواد كورت دوت انا زعلت عليه قوي، ازاي بس يعمل اللي هو عمله ويتحول لشيطان والواسخ شتروم هو اللي محوله. يا بايع دينك وعرضك يا ابن الكلب. انا هنا بس حابب اقول معلومه عزيزي المشاهد، انت اوسخ شخصيه يا شتروم شفتها في حياتي، يعني انت وسخ انت اللي محول لشيطان وعمال تعمل عم الحزين عليه
عليها وسخ. المهم المعلم شتروم راح مع الاتنين الظباط عشان خاطر يعمل تحقيق على الجثه بتاعت الواد كورت. واول يا باشا ما شتروم راح معاهم هناك لقى كميه ظباط كتير جدا وكميه ساحرين كتير جدا واقفين له وقالوا له انت اتقفشت يا شتروم، خلاص اتقفشت يا بيه خلاص وعرفناك على حقيقتك. فشتروم قعد يضحك وقال لهم انتوا عرفتوني ازاي؟ وهنا قائد الجيش كان موجود بنفسه وقال له يا باشا احنا عرفناك لانك غبي. ايوه يا شتروم انت غبي، ودايما المجرم بيسيب علامه وراه يا شتروم. احنا بعد ما واد شين قتل كورت خبينا جثته حتى اهله ما يعرفوش ان هو ميت، واحنا قلنا للناس كلها ان هو طلع في رحله تبع المدرسه. ازاي بقى انت يا عم شتروم عرفت ان الواد كورت هو اللي اتحول لشيطان وان الواد شين قتله كمان؟ وشكل كده في قتال جامد جدا هيحصل بين قائد الجيش والمعلم شتروم يا جماعه، وشكلها هتبقى مدعك. والمعلم شتروم قال والله لافشخنكم فشخ الابل. وبصراحه ربنا عزيزي المشاهد انا معرفش ايه علاقه الابل بالفشخ بس هي طلعت مني كده. وقائد الجنود راح قايل للجيش اهجموا عليها رجال، اهجموا عليها رجاله، فشخوها رجاله ما تسيبوهوش. والمعلم شتروم حرفيا عمل معاهم الجلاش، وهوبا مره واحده جدار المبنى اللي هم فيه انفجر. ومين بالصدفه عزيزي المشاهد، ها اكيد الكاتب ما كانش قصده يعني، ومين بالصدفه اللي كان بيتمشى جنب المبنى اللي شتروم كان بيقاتل فيه قائد الجيش؟ يا ترى مين عزيزي المشاهد؟ اكيد شين يعني كان بيتمشى بالصدفه البحته، يعني اكيد الكاتب ما كانش يقصد يمشيه من المكان ده. والواد شين بيبص على الانفجار اللي حصل لقى معلم شتروم ماسك قائد الجيش وبيمسح بيه بلاط المكان. وقائد الجيش قال لواد شين والنبي يا عم شين الحقني يا عم والنبي واد شتروم دوت مفتري عليا ومسح بيا بلاط المكان وهزقني قدام الجنود كلهم، الحقني والنبي يا عم شين الواد شتروم دوت مفتري وما يقدر عليه الا ربنا وحسب الله ونعم الوكيل فيك يا شتروم. منك لله. ومش بس كده يا عم شين، ده المعلم شتروم دوت هو اللي حول الواد كورت لشيطان. انا عايزك يا عم شين تاخد حقي وحق كورت وحق كل مواطن في المملكه وحق المملكه وحق كل واحد تعرفه او ما تعرفوش، المهم تاخد حقنا كلنا. الواد شين قال له بقى انت لا شتروم يا خسيس يا كلب اللي حولت الواد كورت لشيطان؟ طب والمصحف ما هسيبك، خدت حاجه من الدنيا يا شتروم؟ شتروم قال له لا ما خدتش حاجه من الدنيا. راح شين قال له انا هديك بقى، وشتروم قال له تعالى لي يا حبيبي، تعالى لي يا حبيبي انا هعمل معاك الجلاشه انت والامير اوجست اللي معاك دوت وهيسيطر على المملكه كلها. والواد شين انطلق عليه وقال له خد يالا دي كمان يالا وخد دي كمان يالا. ومره واحده وشتروم بيصد ضربه شين لقى شين جاي له من وراه وراح مديله واحده على قفاه مسففه التراب. وشتروم قال له ايه ده يا شين انت بتستخدم السيف ولا ايه يا شين؟ لا يابا احنا ما اتفقناش على الكلام ده بالصلاه على النبي. شين راح قايل له اخرس يالا وقاتل يالا راجل لراجل يالا. وشين انطلق عليه وراح مديله واحده يمين وواحده شمال، بس واد شتروم بصراحه ربنا وجينا الحق بصراحه يعني كان بيصد كل ضربات شين. وشتروم قال له انت خطير يالا يا شين خلي بالك انت خطير يالا. وشتروم راح مدي لشين واحده ضربه النيران الحمراء مرجع شين لورا 5000 متر. والواد شين يا جماعه راح عمل سحر مطلع بيه خوازيق كتير قوي من الارض وقال له خد يالا يا شتروم يالا. راح شتروم ناطط في الجو. شين قال له انت غبي يا شتروم، انت غبي يا حبيبي، ما انت مسيرك هتنزل من النطه اللي انت ناططها ديت وهتنزل على الخوازيق. شتروم راح ضحك وقال له حبيبي انت ما تعرفش سحر الطيران ولا ايه؟ شين راح اتصدم كده وقال له سحر الطيران ايه يا عم شتروم؟ قال له معقوله يا شين تبقى حفيد الرجل الحكيم ومعلمكش سحر الطيران وعمال تقول لي ان انت هزمت شيطان قبل كده يا عم شين والمملكه بتكرمك. وشين راح وشين جه وبنات المملكه كلها بتكراش عليك وبتحبك، وفي الاخر يا عم شين ما بتعرفش تعمل سحر الطيران. شين قال له اي نعم انا ما بعرفش استخدم سحر الطيران دلوقتي يا شتروم بس انا هوريك اللي انا بعرف اعمله. كان مفعل تعويذه على الجزمه بتاعته تخليه ينط المسافات عاليه جدا. وشين راح منتلك على شتروم ومديله ضربه بالسيف فلقيت له النضاره اللي هو مغطي بيها وشه نصين. ومش بس كده يا جماعه وراح مديله تعويذه جامده جدا بالنيران الزرقاء وراح مسففه التراب حرفيا. وهنا اول ما النضاره بتاعت شتروم اتكسرت كانت المفاجاه الصادمه لكل الموجودين. المعلم شتروم اصلا كان شيطان يا جماعه. وهنا شين اتصدم والامير اوجست اتصدم وقائد الجيش اتصدم، لان الطبيعي ان الشياطين ما بتعرفش تتكلم، وحتى لو الشياطين عرفت تتكلم يا جماعه ما بيبقاش عندها وعي، يعني ما بتعرفش تفكر بمعنى اصح، بتبقى عباره عن كائنات همجيه
همجيه بتكسر وبتدمر من غير اي تفكير. ومعلم شتروم على الرغم من انه شيطان بيعرف يتكلم وبيعرف يفكر وبيعرف يخطط. وشتروم قال له انت عارف يا شين انا بعرف اعمل الحاجات دي كلها ليه؟ عشان انا جامد يا عم شين ومفيش مني اتنين. ومش بس كده يا عم شين، انا الشيطان الاول يا عم شين. ايوه يا عم شين زي ما سمعت كده، انا الشيطان الاول واول شيطان في المملكه دي كلها بالصلاه على النبي. وغير ان انا شيطان على فكره يا شين، انا قبل ما اتحول للهيئه ديت انا كنت ساحر فشيخ مفيش مني اتنين جدا جامد جموده اصلا بقى. راح شين قال له يابا ما تخليش ابو عشم ياخدك يا عم شتروم، ما تخليش ابو عشم ياخدك يابا بالصلاه على النبي. انا يا شتروم هخلص عليك دلوقتي وبكده يابا هكون قضيت على ملك الشياطين بنفسه. والواد شين راح مفعل تعويذه يا جماعه جامده جموده مفيش منها اتنين. والواد شين يا جماعه اطلق هجوم قوي جدا 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 على شتروم لدرجه ان الارض بتاعت المكان اتحولت لازاز بدل الصخر من كتر الحراره بتاعت الهجوم. ده انت قوي جدا يا شين، ده انت قوي جدا يا شين يخرب بيتك. وهنا يا جماعه الامير اوجست قعد يهلل ويقول الحمد لله قضينا على ملك الشياطين. ورئيس الوزراء بذات نفسه جه يا جماعه وقعد يهلل ويقول احمدك يا رب قضينا على الشيطان. والبت سوسو والبت ماريا واصحاب شين قعدوا يزغرطوا ويصوتوا ويهللوا ويقولوا احمدك يا رب. وهنا الواد شين صدمهم يا جماعه، قال لهم يا جماعه انا شكلي كده ما قدرتش اقتل شتروم لان انا مش اول مره اجرب الهجوم ده، ولما كنت بجربه عمر الارض بتاعت المكان اللي انا فيه ما اتحولت لازاز. غير كده وكده يا جماعه انا قبل ما اطلق الهجوم ما حسيتش بالطاقه بتاعت شتروم نهائي. فيا ترى يا جماعه ايه اللي حصل؟ هل شين فعلا قدر يقضي على شتروم ولا شتروم الشيطان قدر يهرب من الهجوم الجامد جموده الفشيخ اللي مفيش منه اتنين؟ ويا ترى لو شتروم هرب من الهجوم هيسيب شين في حاله ولا هينتقم منه؟ لو عايز تعرف كل ده عزيزي المشاهد انزل حالا اشترك في القناه، انزل بسرعه يا ابني اشترك في القناه وفعل زر الجرس ضروري عشان توصلك الحلقه الجديده اول ما تنزل. وانزل اعمل لايك للفيديو يا اسطى وحات امك بمتحن والدنيا دايسه على وش. فرحني يا جدع بلايك يا جدع فرح، واكتب لي رايك في كومنت ضروري جدا 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 لان رايك عزيزي المشاهد يهمني. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور وبس كده، سلام.